السلام عليكم البنات، انا جيت وجبت لكم معايا فيديو جديد. الفيديو اليوم غنهضروا على كيفاش تبقاي منضبطه حتى ملي ما كتكونش عندك الطاقه. الا كنتي كتقولي مع راسك انا ما عنديش الانضباط، كنبدا بحماس ومن بعد كنحبس، بغيتك تسمعي مزيان، حيت يمكن المشكل راه ماشي فيك، وماشي لانك كسوله، وماشي لانك ما عندكيش الاراده. يمكن غير الطريقه اللي كنتي كتحاولي بها تكوني منضبطه هي اللي كانت غلطه، حيت حنا دائما كنربطوا الانضباط بالحماس. نهار كنكونوا ناشطين كنقولوا غدا غادي نفيق بكري، غادي نرتب حياتي، غادي نقرا، غادي نمارس الرياضه، غادي نخدم على راسي وغادي نبدل كل شيء. يعني داك الحماس كتقولي غندير كل شيء، حيت كنكونوا متحمسين بزاف. ولكن ملي كيدوز شي نهار ولا جوج وكنفيق عيانين، ولا النفسيه ماشي هي هذيك، ولا عندنا بزاف ديال المسؤوليات، كنلقاو راسنا ما بغيناش نديرو حتى شي حاجه. وهنايا كنبداو نقولو ها انا رجعت بحال ديما، ما كنقدرش نستمر. ولكن شوفي، الانضباط الحقيقي ما كيبانش في نهار اللي عندك فيه الطاقه والحماس. الانضباط الحقيقي كيبان في النهار اللي ما عندكش الرغبه ديري حتى شي حاجه، ومع ذلك كديري ولو حاجه صغيره. وهنا كاين واحد الفرق مهم بزاف، ماشي ضروري كل نهار تعطي 100%. كاين نهار تقدري تعطي فيه 100%، ونهار تعطي فيه 70%، ونهار تعطي فيه غير 20%. ولكن المهم ما تختفيش من حياتك كاملة. مثلا إلا كنتي باغية تقراي كل نهار، نهار تكوني ناشطة قراي نص ساعة ولا ساعة. ولكن نهار تكوني عيانة فيه بزاف، ما تقوليش حيت ما نقدرش نقرا ساعة إذا ما غادي نقرا والو. قولي غادي نقرا ولو صفحة واحدة. صفحة واحدة ما غاديش تبدل حياتك في نهار، ولكن غادي تحافظ على العادة ديالك. نفس الحاجة في الرياضة، في الترتيب ديال الدار. مثلا كنتي كديري الرياضة ساعة في النهار، ولكن هاد النهار ما عندك لا طاقة لا حماس، ديري ولو 5 دقائق. وكذلك الدار، ما قدرتيش ترتبيها كاملة، رتبي ولو بلاصة واحدة صغيرة. حيت ماشي الهدف انك تكوني كل نهار خارقة، الهدف هو انك ما تقطعيش العلاقة بينك وبين الحاجة اللي باغا توصلي ليها. وكاين واحد السؤال بغيتك من اليوم تبدليه، بلا ما تسولي راسك واش نقدر ندير كل شيء هاد النهار، سولي شنو اقل حاجة نقدر نديرها اليوم باش نبقى مستمرة. هاد السؤال يقدر يبان لك بسيط، ولكن كيبدل بزاف ديال الحوايج. حيت بعض المرات المشكل ماشي في داك العمل اللي كنديروه بنفسه، المشكل هو اننا كنحطو على راسنا معيار كبير بزاف. كنقولو خصني نكون مثاليه، خصني نفيق بكري كل نهار، خصني نرتب كل شيء، خصني نهتم براسي، خصني نقرا، خصني نخدم، خصني ندير رياضه. ومن بعد كيجي شي نهار صعيب وكتلقاي راسك ما قدرتيش ديري والو، كتحسي بالذنب، ومن بعد كتقولي انا فاشله، انا ما عنديش الانضباط. وهنا كيبدا المشكل الحقيقي، ماشي انك حيت ما قدرتيش ديري ديك الحاجه، ولكن لانك بديتي كتربي قيمتك بداك الشيء اللي قدرتي ديري. وهذا الشيء كيعيق اكثر. بغيتك تفهمي حاجه واحده، الايام الخايبه جزء من حياتك. غادي تكون شي ايام غادي تكوني فيها فرحانه وناشطه، وغادي تكون ايام اخرى غير باغا تسكتي وترتاحي، وغادي تكون ايام كلشي غادي يمشي فيها مزيان، وغادي تكون ايام غادي يوقع فيها شي مشكل كبير، ولا غادي تعياي، ولا ما غتلقايش التركيز. هادشي عادي. المشكل هو انك كتخطي لحياتك وكانك غادي تكوني دائما في احسن حاله، ومن بعد كتفاجئي ملي كتجي الايام الصعيبه. لكن الشخص اللي منضبط بذكاء كيحسب حتى هاد الايام، كيقول الا كنت عيانه ها شنو غادي ندير، الا ما كانش عندي التركيز شنو اقل حاجه نقدر ندير، الا ما قدرتش نكمل الخطه كامله شنو الجزء الصغير اللي نقدر نحافظ عليه. وهنا كيبدا الانضباط الحقيقي، ماشي بالقسوه انك تقسي على راسك، ولكن تفهمي راسك. مثلا الا قلتي كل نهار غادي نبقى نخمم لبيتي، وجا نهار كنتي فيه عيانه، ماشي ضروري تقولي ضاع هاد النهار، جمعي غير اللي قدرتي عليه. الا كنتي باغا تقراي القران وما قدرتيش تقراي بزاف، قراي غير اللي تقدري عليه. وإلا كنتي باغا تعلمي شي حاجة جديدة وما عندكش الوقت، تعلمي غير حاجة صغيرة. الفكرة هي القليل اللي كداومي عليه أحسن من الكتير اللي كتقطعيه. كاين واحد السر مهم، ما تسنايش دائما حتى تجيك الرغبة، حيت الرغبة ماشي ثابتة. اليوم كتكون عندك، غدا ممكن ما تكونش. اذا ما تخليش حياتك كلها مربوطة بالاحساس ديالك. ديري نظام بسيط، مثلا قولي مني نفيق غادي ندير هاد الحاجة،
قبل ما نعس غادي ندير هاد الحاجة. خلي بعض الامور تولي عاديه، ما تحتاجيش كل مره تناقشي مع راسك واش نديرها ولا لا، حيت كل مره كتقولي ندير ما نديرش ولا نخدم ولا ما نخدمش، غدا نديرها غدا ولا من بعد غدا، كتضيعي طاقه كبيره. ولكن ملي كتولي عندك عاده واضحه كتولي ساهله. وبغيتك حتى تحيدي فكره ان الانضباط يعني انك تكوني قاسيه مع راسك، لا. الانضباط ماشي انك تكرهي راسك حتى تكملي، الانضباط هو انك تحافظي على راسك وعلى الاهداف ديالك حتى ملي كتكوني ما حاساش براسك مزيان. يعني تكوني حنينه مع راسك ولكن ما تستسلميش ليها، تقولي اليوم انا عيانه وغادي نخفف على راسي، ولكن ما غاديش نحبس هذا الشيء كامل. وهنا كتولي عندك علاقه صحيحه مع الاستمرار، ماشي اما كامل واما والو، يا اما نجح يا اما نفشل، لا، كاين الوسط. كاين انك ديري داكشي اللي قدرتي عليه اليوم، وهذا الشيء مع الوقت هو اللي كيصنع الشخصيه المنضبطه. حيت في الاخير الناس اللي كيوصلوا ماشي بالضروره هما اللي كانوا قوى منك، ولكن بزاف منهم تعلموا كيفاش يكملوا حتى في الايام اللي ما كانوش فيها قويين. اذا من اليوم ما تبقيش تسولي كيفاش نولي انسانه منضبطه، سولي شنو هي اصغر حاجه نقدر نداوم عليها حتى انا في اسوأ النهار ديالي، وجاوبي عليه. حيت الا بنيتي نظام كيخدم غير ملي كتكوني ناشطه غادي يضيع مع اول عيا غادي تعيي فيه، ولكن الا بنيتي نظام كيقدر يعيش معاك حتى في الايام الصعيبه غادي يعاونك باش تستمري. وتذكري هاد الجمله، ما خصكيش كل نهار تكوني في احسن نسخه منك، خصك غير ما تتخلاش على راسك. واخر حاجه بغيت نعرف منك بصراحه، واش انت فعلا ما كانش عندك الانضباط ولا كنتي غير كطلبي من راسك شي حاجه اكثر من جهدك؟ كتبي لي في التعليق. انا غادي نبدا بالحد الادنى الا كنتي باغا تجربي هاد الطريقه من اليوم. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع همسه هادئه.